بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم جميعا؟ اليوم حبيت أشارك معاكم تارت البسكويت المطحون. هذا البسكوت طحنته علبة ونص من البسكوت المطحون. عندي 3 بيضات، نص كوب زيت، نص كوب سكر، نص كوب حليب. بخلطهم جميع وبنحطهم فوق المقادير. طبعا البسكوت حطيت معاه ملعقة صغيرة قرفة وملعقة كبيرة بيكنج بودر. نخلطهم ونشوف. رجعنا هنا البسكويت، وهنا خلط البيض والمقادير جميع. نحطها فوق البسكويت ونخلطهم جميع. عندي صينية التارت دهنتها زيت، احط الخليط فيها ونحطها بالفرن. فيما انها تنخبز راح نسوي الخلطة البيضة مع بعض ان شاء الله. بعد ما خلطنا جميع المكونات نحطها في صينية التارت. بعد ما حطيتها بالصينية ادخلها الفرن. شغلت الفرن على درجة 180. مجرد ما اشتغلت شغلت الفرن. نشوف كم تاخذ معنا من الوقت واعلمكم. طبعا دخلناها الفرن. عندي 10 حبات جبن كيري، بحط عليها حليب مكثف نص العلبة تقريبا. هذه الخلطة اللي بنحطها على تارت. اخذنا نص العلبة. نخلطهم جميع لين ما يتجانس، لين ما تطلع من الفرن. وهذه بعد ما طلعت من الفرن نحطها بصينية التقديم. نقلبها مع بعض. هذا شكلها. إذا صينيتك نوعيتها زينة ما راح تلصق معك. الحين نبدأ نزينها. وهذه بعد ما حطينا الخلطة البيضة، الحين نحط الصوص الشوكولات. بهذا الشكل. ما شاء الله القرفة اعطتها ريحة وطعم. بعدين اي عود اسنان عندك، اي عود تمشي بالشكل هذا. تعطي شكل. ونحطها بالثلاجة لين ما تتماسك الطبقة البيضة، بعدين تكون جاهزة للتقديم. وعلينا وعليكم بالعافية ان شاء الله. اللي يجربها يكتب لي تعليق انه جربها وايش رايه. نشوفكم ان شاء الله بوصفة ثانية.